السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البدء أهنيكم بمناسبة العام الثاني لقناة صفاء. بارك الله فيك يا أخي، تفضل. أحيي شيخنا الفاضل الدكتور طه حامد الدليمي المحترم. حياك الله. أحييك يا أخي أسامة وأحييك قناة صفاء الأفاضل على جهودهم حياك الله التي يبذلونها لخدمة دين الله تعالى. يا أخي شان بس أعطيني مجال الله يرضى عنك إن شاء الله. تفضل وخذ وقتك واطرح فكرتك سريعا. بارك الله فيك. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أني كنت شيعيا أنا وعائلتي التي تنبغ فيه شخص، وقد من الله تعالى علينا بأن نكون من أهل السنة والجماعة، والفضل في ذلك لله تعالى. ثم شيخنا الفاضل الدكتور طه الدليمي الذي علمنا الدين الحق وجعلنا نتحول من دين التشيع المصنع في الأرض إلى الدين الحق المنزل من الله تعالى، وبسبب اتباعنا لهذا القرآن العظيم. ونحن بفضل الله تعالى أصبحنا من دعاة أهل السنة، لأننا شعرنا أنه واجب علينا أن نشكر الله تعالى الذي هدانا لدينه، وعلينا واجب التبليغ. وبدأنا ندعو إخواننا من الشيعة إلى ما من الله تعالى به علينا. وبالنسبة للذين يتصلون بقناتكم بأنهم يحبون الصحابة ويترضون عنهم، إنما يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الشيعة. الشيعة يقومون على حب الصحابة وزوجات رسول الله وبغض أهل السنة، لأننا نحن الشيعة ونعرف الشيعة حتى المعرفة. وأريد أن أبشركم بأن قناة الصفا لها قناتين في الأوساط الشيعية، حيث أن كثير منهم يشاهدونها ويتقبلون ما يطرح فيها من الحق، ولا تحكموا أن يسب ويشتم. فهذا دليل على أن كلامكم قد أخذ مأخذكم. ونداءنا إلى جميع أهل السنة حكاما ومحكومين، وسائل الإعلام، علماء، مشايخ، وطلاب علم، إن يومسك الحق دكتور طه الدليمي إنكم مسؤولون أمام الله تعالى، فإن الذين يستغلون من الشيعة ويدخلون جهنم سيوقفونكم أمام الله تعالى ويسألونكم لماذا لم توصلوا إلينا الحق وقد دخل الله تعالى عليكم العهد. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أبا بكر، وندعو الله أن يثبتك وأهلك. ومعنا أبو فيصل من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أرحب بك يا أستاذ أسامة، وأرحب بضيفك الكريم حياك الله يا أخي العلامة الشيخ الدليمي، وأقول حفظك الله ورعاك يا شيخنا على ما تبذله من جهد، أجره عظيم عند الله. أود أن أشارك بثلاث نقاط لو تسمح لي يا شيخ أسامة. تفضل يا أخي. الله يكرمك. تفضل. أولا، أول نقطة أن الكذب يا شيخ لا مبرر له، والتقية عند الشيعة هي طريق فرعي للكذب، طريق فرعي للكذب، وذلك يخالف التشريع الإسلامي ويخالف أصل العقيدة ويخالف أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وكونوا مع الصادقين.